تاريخ انطلاق نيمار في عالم كرة القدم بدأ عندما كان في 7 من عمره، حيث انضم إلى أكاديمية سانتوس. هذا القرار كان له تأثير كبير على مسيرته الرياضية، ومع انتقاله للتدريب في ريال مدريد، واجه نيمار تحديات كبيرة، حيث أظهر مهاراته وموهبته الرائعة، لكن الصفقة لم تتم بسبب اختلافات مالية. عند بلوغه 17 أصبح نيمار لاعبا أساسيا في فريق سانتوس، وقد سجل أهدافا حاسمة ساهمت في نجاح الفريق في البطولة. في الدوري البرازيلي حقق نيمار أداء رائعا، حيث سجل 14 هدفا وصنع 7 أهداف في 42 مباراة. هذا الأداء جعله الأفضل في فريقه. تلقى نيمار عروضا مغرية من الأندية الأوروبية، لكنه فضل البقاء مع سانتوس بعد نصيحة أسطورة كرة القدم بيليه. يعكس هذا القرار ولاءه لفريقه. ومع ذلك واجه نيمار تحديات خلال مسيرته، بما في ذلك خلاف مع مدربه بشأن ركلة جزاء. هذا الصراع عكس جوانب من شخصيته القوية. في عام 2012 سجل نيمار 43 هدفا في 47 مباراة، مما ساعده على الاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في القارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه. أعرب نيمار عن حلمه بالانتقال إلى أوروبا، مؤكدا أنه سيتخذ قراره في الوقت المناسب. هذا الحلم تحقق لاحقا عندما انتقل إلى برشلونة. ومع ذلك كانت صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة مثيرة للجدل بسبب اتهامات التهرب الضريبي، مما أدى إلى استقالة رئيس النادي. هذه القضية أثرت على مسيرته في أوروبا. في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد تألق نيمار وساهم في فوز برشلونة من 2-1، حيث سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في تلك المباراة المهمة. حقق نيمار نجاحا ملحوظا في كأس العالم 2014، حيث كان له دور بارز في تأهل البرازيل للربع النهائي، لكن الإصابات أثرت سلبا على مسيرته. تعاون نيمار مع ميسي وسواريز في تشكيل ثلاثي هجومي قوي، مما ساهم في تسجيل 81 هدفا من مجمل 110 أهداف لبرشلونة في الدوري الإسباني. أصبح نيمار أول لاعب يسجل في نهائي كأس ليبرتادوريس ودوري الأبطال، مما يبرز مكانته التاريخية في كرة القدم. انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة انتقال، مما أثار جدلا حول دوافعه الحقيقية. وعلى الرغم من الإصابات المتكررة التي اثرت على أدائه، استمر نيمار في تسجيل الأهداف وحقق نجاحات مع باريس سان جيرمان. الإصابات كانت عائقا كبيرا أمام نيمار، مما جعله يغيب عن الكثير من المباريات، وهذا أثر سلبا على مسيرته في الدوري الفرنسي. حقق باريس سان جيرمان إنجازات تاريخية، إلا أن نيمار شعر بالضغط بسبب المنافسة مع مبابي وميسي، وهذا أثر على أدائه في الملعب. في مفاجأة للجميع انتقل نيمار إلى الهلال السعودي، حيث قرر إنهاء مسيرته في أوروبا، مما يعكس تغير أولوياته في كرة القدم.